مساء الورد والفل والياسمين عليكم. جايالكم بقى النهارده بكفتة الفراخ او برجر الفراخ. حاجة كده تحفة جدا جدا تنفعك في الزنقات. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. كان عندي صدرين فرخة وقلت ايه عايزة افتكس فيهم افتكاسة. جبتهم وجبت الكبة بتاعتي وفضلت اقطع فيهم زي ما انتم شايفين كده وحطيتهم في الكبة. حطيت بقى معاهم شوية فتات الخبز دون. بيتبقى عندي من البقسماط لما بنخله في المنخل دول بيتبقوا من الخشنين، فبروح مستعملهم في الحاجات دي. حطيت بابريكا، بصل بودر، توم بودر، ملح وفلفل، وكيس من المرقة على بصلاية مقطعاها 4 تربع، وضربت كله في الكبة بتاعتي وشوية زيت ومعلقة من الخل والملح وفلفل وبهارات الفراخ وبهاراتك بقى الحلوة، وضربتهم في الكبة بتاعتي. لما نعمهم بقوا زي ايه اللي مهروسين خالص في بعض زي ما انتوا شايفين كده زي الكفتة. نزلت بيهم في الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين، بس خطيرة جدا جدا والولاد يحبوها ويفرحوا بيها جدا. عاملة زي الناجتس، طلبت مني كذا حد طلب مني، هي دي شبيهة للناجتس بالظبط. جبت كده زي ما انتوا شايفين طبق فيه شوية من الزيت، وبدأت ان انا احط على ايدي علشان ما تلزقش في ايدي عجينة الفراخ، وبدأت ان انا اكورها كده بعد ما بدي ايدي مسحة بالزيت. زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا اكور كل الكمية، وخلوكي معايا للاخر علشان تشوفي هعمل ايه في الاخر. جبت البقسماط ونزلت بيه في الطبق زي ما انتوا شايفين، وجبت بضاية عليها شوية صغيرين جدا من المية لان ما كانش عندي لبن، ونزلت ببذرة ملح وفلفل على البيضة وهربها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. محتاجة دعمكم جدا في القناة. قبل ما تطلع من الفيديو اتمنى تدوسيلي لايك. زي ما انتوا شايفين الكور بتاعتي هبدأ اضغط بيها زي البرجر كده، وهنزل بيها في البيض وبعد كده هنزل بيها في البقسماط زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي تقدري بقى تعينيها في علبة كده وبينها اكياس، تعينيها في الفريزر للزنقات، بتطلعي تحمري جنب كيس مكرونة، بتنفع جدا جدا في الفريزر. زي ما انتوا شايفين انا كنت عاملاها عنها في الفريزر، بس الولاد قالوا لي لازم تحمر لنا منها ندوقها. زي ما انتوا شايفين اهو نزلت في البقسماط وبدأت ارصص في العلبة بتاعتي اللي انا هشيلها في الفريزر، وحمرت لهم حبة منها. مش قادرة اقول لكم صرفت معايا قد ايه، طلعت كمية محترمة كفتنا وكفة الولاد. حمرت لهم منها بالليل للعشاء زي ما انتوا شايفين اهو. حاجة كده جامدة جدا للسندوتشات، معاها بطاطس محمرة ومقرمشة وطعمها تحفة جدا جدا جدا. بجد جربوا الطريقة دي وعايزة رأيكم في الكومنتات. حمرت لهم شوية منها والباقي شيلته في الفريزر، هوريهولكوا هعمله جنب مكرونة بالبشاميل مستوية من جوه وسبايسي وطعمها خطير. عمر بيقول لكم طعمها خطير. عملت بقى النهارده ايه في خامس يوم رمضان، عملت مكرونه بالبشاميل. التمر اللي انا عاملاه اللي انتوا شايفينه اللي انا عملته معاكم قد ايه نفعني جدا. اطلع الازاز من الفريزر. عملت صينيه مكرونه بالبشاميل اللي انا اظن عملتها معاكم كتير جدا، ارجعوا بالفيديوهات وهتشوفوها. وعملت بقى اللي طلعت ازاز التمر من اللي كان عندي في الفريزر اللي انا عملته معاكم، وحمرت زي ما انتوا شايفين اهو ناجتس الفراخ او برجر الفراخ جنب المكرونة بالبشاميل، جنبها بطاطس محمرة، وكان احلى فطار بجد، كان تحفة جدا جدا. اتمنى تجربوا الطريقة وتدعموني بلايك وشير. لو وصلت لحد هنا الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتدعميني بلايك زي ما انتوا شايفين كده. واشوفكم في الفيديو الجاي. ما كنتش بنزل لكم فيديوهات الفترة اللي فاتت، كنت تعبانة جدا جدا جدا. ربنا يا رب يعود عليكم الأيام بخير. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ويا رب ما تشوفوا وحش لنا ولا انتوا يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. رمضان كريم عليكم يا حبايبي. أشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.